يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. ورمضان كريم عليكم. ودي كانت سفرتنا اول يوم. بصوا بقى عاملين ايه. دخلنا المطبخ، كنت تعبانه، فعلا تعبانه جدا. ومش هين عليا ان انا بقى ايه مطبخش وكده. اول يوم العيال بيستنوا اكل البيت بيكون احسن. بس الحمد لله ربنا قواني وقمت كده بقى وظبطتهم. اول حاجه عملت العصير، نقعت كركديه بجيبه وبشطفه تحت المية العادية، وبعد كده بنقعه، بغلي مية واحطها عليه وسبته على جنب. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. شايفين عندنا كذا حل اهو عشان ننجز في الوقت. شطفت ورق العنب وبسلقه. تمام زي ما انتم شايفين، خلاص كده تمام. والحلة التانية الكبيرة كان فيها مية مغلية عشان احط المكرونة، عشان نعمل مكرونة بشاميل. تمام. طبعا يعني سفرة اول رمضان يعني معروفة، كلنا معظمنا بنكون شبه بعض. مكرونة بشاميل ومحاشي، بط بقى او فراخ على حسب ما انتي بقى بتحبي. هنا بقى هنسلق المكرونة بتاعتنا. تمام. وهنا هعمل البشاميل. بحط الزبدة اكتر، يعني لو هتحطي 4 معالق زبدة كبار، حطي 3 معالق من الدقيق كبار. تمام. بس وريحة الدقيق كده تطلع، يعني متحمروش قوي طبعا يتحرق، بس يبتدي ان هو يستوي كويس. هنزل بيه هنزل بقى بالكريمة عليه. بحب احط الكريمة في البشاميل، اديله طعم حلو قوي. شوية كده صغيرين. بعد ما اشم ريحة الدقيق بنزل بالكريمة الاول، بعد كده بحط اللبن العادي. اوكي تمام. بحط مرقة اختياري، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة مش مشكلة. اوكي. بعدين بنحط بقى ايه فلفل اسود، نحط التوابل بتاعتنا. بس ايدينا على طول فيه من وقت للتاني، نقعد نقلبه عشان بس ما يتحرقش مننا من تحت كده. وهنا بقى كان الولاد بيساعدوني بقى، ما هم عايزين، هم اللي مختارين المنيو النهاردة، هم يساعدوني. بس الحمد لله اليوم عدى على خير وكده. ايد على ايد بتساعد برضو ولا ايه؟ حطيت بقى هنا فلفل اسود، ونحط بقى الملح. ما نكترش الملح قوي في البشاميل. تمام. بيبقى طعمه احلى يعني. حط شوية جبنة برمجان او جبنة رومي، وشوية من الشيدر، حبة صغيرين زي ما انتوا شايفين كده. شوية من الموتزاريلا، بيدي طعم حلو للبشاميل. تمام. ما ننساش جوز الطيب، اهم حاجة في البشاميل. وجوز الطيب كمان اهي. نبشر شوية، بتديله ريحة وطعم حلو قوي. خلاص كده البشاميل عندي جاهز، مية مية. هنا بقى ايه، كان خلاص تمام، خلص الجلاش. طلعنا كيس من اللي احنا كنا معصجينه، اللي هي الفراخ المعصجة. طلعت كيس، وعلى الجلاش كده عمله هو. انا قلت له بقى طبعا اعمله ازاي كده. خلصوا عمال ايدي بقى. هبتدي ان انا اقطعه، مولعه الفرن. ما بحطش اللبن في الاول، بحطه كده الاول يعني شويه لغايه ما يبتدي لونه يتغير ويبقى على ذهبي، شويه ذهبي فاتح يعني. بطلع الجلاش وبعدين بحط عليه ايه، تحطي عليه اللبن. ما بحطش عليه بيض برضو. اوكي. في السمنة بتاعت الجلاش يعني بدهن كل ورقتين شوية من السمنة. اوكي.
بحط عليها ايه بقى، بحط عليها بيكنج باودر عشان يطلع مورق كده وهش وحلو معاكي. فكل ورقتين بدهنهم بس. وبعدين اكون مشغله الفرن، احطه في الفرن يطلع لونه ذهبي كده فاتح خالص، هطلعه. وبعدين نحط ايه، نسقيه بقى باللبن. هنا عندي خلاص المكرونه اتسلقت وصفيتها من غير ما اغسلها طبعا، احنا عارفين. وبعدين حطيت عليها شويه من الملح وفلفل اسود، وجبت الصينيه بتاعتي كده حطيت فيها المكرونه. تمام. هبتدي ان انا احط بقى على المكرونه دي حبه كده من البشاميل حلوين. شايفين الجمال؟ مية مية. نحط كده شويه حلوين كده محترمين، عشان احنا ما حطيناش في القاع يعني، هي هتنزل منها فيها. منها ان انتي بتحطي على المكرونه، ومنها ان انتي بتحطي في قاع الصينيه. ما كله هينزل في قاع الصينيه دلوقتي. وطلعت شويه من اللحمه المفرومه. والله الحاجات المفرزه بالذات الحاجات دي بتنجز جامد، بتسعفك قوي. خلاص انا طلعت بقى كيس من اللحمه المفرومه. وشوفي يعني هشوف انا هستخدم قد ايه، وحطيت عليها معلقه صلصه وشويه ميه بس. مش هتاخد مننا اي وقت، شايفين ازاي؟ بس كده. يعني بتخلي فيها شويه من الصوص كده الاحمر، بحيث ان ما تكونش اللحمه ناشفه. شايفين؟ تتفرد معايا بسهوله وطريه وحلوه جدا. تمام كده. بس كده حلو قوي. نحط بقى التاني، الجزء التاني على المكرونه. بس نحط شويه بشاميل كده على اللحمه. اول يوم ده بيبقى احتفال بصراحه. شوفوا قد ايه الولاد بيحبوا الاكل بتاع بره وكده، بس اول يوم ده لا، بيكون اكل بيتي بيكون اطعم واحلى طبعا. هنا عندي صلصة محشي جاهزة، وكنت حاطة فيها الخضرة. قلت ايه عشان اول يوم تبقى سهلة عليا. غسلت شوية من الرز. نحط بقى، ننزل بالصلصة بتاعتنا اللي فيها الخضرة اوريدي جاهزة يعني. طبعا لما بنيجي نربط الكيس بقى، لو جدع فكيه، يعني لو جدع فكيه. فعملت ايه، رحت قطع الحتة اللي من فوق، وحطيته في كيس تاني بقى عشان لو هرجعه تاني في الفريزر. بس نقلب نقلب كده، نشوف لون الصلصة معانا ايه. انا بحبه يكون احمر قوي. ف هنشوف هنحتاج تاني ولا ايه. بعد التقليب بيبان. حطيت شوية من الزيت عشان يفلفل لي كده المحشي. شوية من الفلفل الاسود طبعا، والكمون والكزبرة الناشفة. شوفي انتي بتحبي تحطي ايه، 7 بهارات. بس طبعا هو الكمون والكزبرة والملح والفلفل ده اساسي، والشطة لو عايزة شطة طبعا. شوفي البهارات اللي انتي بتحبيها، تحطي قرفة. بس زي ما قلت لكم الاساسي كزبرة كمون ملح فلفل شطة لو حابة يعني. بس كده. حابة تحطي نعناع ناشف او اخضر. تمام كده. جبنا بقى الطاجن بتاعنا عشان نعمل ورق العنب. غسلناه ونشفناه، وحط بقى ايه شوية من البصل كده من تحت. تمام كده.
خلاص عندي الجلاش هنا ابتدى ان هو يبقى لونه ذهبي كده زي ما انتم شايفين. طلعته، بحط بقى شوية من الكريمة وشوية من اللبن ومعلقة كبيرة من النشا واقلبهم، وهنزل بيه على الجلاش. ما حطيتش بيض، ما مش حابه البيض، انا حاطه بيكنج باودر اوريدي في السمنه اللي انا دهنه بيها، فهيطلع مورق وهش وتحفه. الكريمه بتديله طعم حلو، تحسي ان هو كده يعني عامل زي الفطير، يعني ما تحسيش ان هو جلاش. تمام كده. وبعدين برجعه تاني بقى ايه الفرن. حطيت شويه من الجبنه الشيدر وموتزاريلا عليه كمان، لان المفروض ان انا احط مع الفراخ، ونسينا نحط مع الفراخ يعني في النص بحط شيدر وموتزاريلا، بس نسيت فقلت خلاص خليه من على وش الجلاش وخلاص. هنا هنرجع للطاجن بتاعنا. قطعنا البصل حلقات، الطماطم، الجزر، فلفل اخضر، فصوص من الثوم كده قطعتها اهو شايفين، شويه من الشيدر وشويه من الموتزاريلا. خطير يا جماعه الجلاش اللي بالفراخ، تحفه. نرجعه بقى الفرن تاني. لا انا ما رجعتوش الفرن تاني، سبته. قلت ايه قبل الفطار ابقى ادخله بس ايه ياخد وش، يعني هو خلاص اوريدي مستوي بس عايز ياخد لون. وعندي المكرونه جهزتها وكده وغطيتها بالستريتش راب كده، وسبتها برضو على جنب. قلت لما يعني قبل الفطار كده بشويه بس ياخدوا ايه، يعني احمر الوش بتاعهم عشان تحسي ان هي سخنه كده وفريش، وما اعملهاش واركنها بقى لغايه الفطار واسخنها تاني، لا. تمام. حطيت بقى هنا بجهز الحله بتاعه الكرنب. انا التوم اللي هو الصحيح بحط فيه ميه في برطمانه كده واسيبها ايه في التلاجة، بتفضل يعني التوم ما بيبص. خلاص كده بقى ايه نبتدي نولع الشوايه ونحط الجلاش ياخد لون، واخد لون بقى ونسيت معرفش يعني اتلخمت في حاجه، والشوايه دي بتكون سريعه، عايزه تكوني واقفه جنب الحاجه. هنا اسقي بقى الكرنب بتاعي، لازم نهزه كده عشان الميه والشوربه يعني تنزل لتحت، وتكون الميه بتاعه الكرنب يعني مش مغطيه الصف الاولاني، تكون يعني يدوب كده من تحت كده شايفاها، يعني ما تزوديش قوي الشوربه في تسويه الكرنب عشان ما يعجنش منك. الورق العنب برضو طبعا احنا عارفين يعني الصف تحت الاخير. خلاص. وقطعت بقى شرايح طماطم وبصل وبرده فلفل على الوش ورق العنب، وكان عندي فلفلتين كده ملونين حطيتهم على الوش. تمام كده. نغطيه بقى بالفويل، والفرن عندي سخن، نحطه في الفرن ننساه بقى لغاية الفطار. هنا هنعمل ايه؟ لسان العصفور. نحمر لسان العصفور، وحبيت ان انا احط معاه شعرية، الاتنين مع بعض عادي، الاتنين مع بعض. بس طبعا هحمر لسان العصفور عشان بياخد وقت عن الشعرية بتتحمر بسرعة. فنزلت من لسان العصفور الاول، بس حمريه كويس بقى، حمريه حلو عشان ما يعجنش مننا. اوكي. ياخد لون كده، ابتدى بقى ان هو ياخد اللون اللي احنا عايزينه. قبليها يعني نبتمي نازله ايه بالشعريه، لان هي ما بتاخدش وقت زي ما قلت لكم طبعا. وحطيت بقى مستكه معاهم، بس هياخد بقى اللون الحلو. حطيت بقى ورق لورا معاه، وحطيت بصله لان ما كانش عندي شوربه. بص اللون بالظبط كده.
حطي بقى ماجي، حطيت كمان بصل وورق لورا معاه وحبهان بودر وفلفل اسود والملح. بس كده قربنا نخلص، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الحاجات تستوي بس. شويه من الحبهان البودر، نص بصلايه كده حطيتها. عندنا بقى هنا الفراخ كنت متبلاها، التتبيله موجوده قبل كده عملتها، تتبيله الفراخ المشويه. طبعا بحاول ان انا افتح الصدر كده ويكون مبطط، على اساس لما اقفل عليه تحس ان هي عامله زي اسمها ايه، اللي هو الفراخ اللي هي مثلا زي قولوا معايا، المسحبه. ايوه ايوه، هي دي. معلش بقى الصيام بقى والمخ بيكون مقفل. ايوه المسحبه. تمام، بس انا يعني مش شايله منها العظم قوي، بس فاتحه كده من عند الصدر بحيث ان هي تكون ايه كمان يعني تسهل معايا في السوا. تمام، وادي سفرتنا، مكرونه بشاميل والكرنب وطاجن ورق العنب والجلاش بالفراخ وسن العصفور والمخلل، سلطه زبادي، والعصير عندنا كركديه وصوبيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم مره تانية في وصفه تانية.